حبيب قلبي عامل ايه؟ في سنة 2014 قاعد لا بيا ولا عليا لقيت فيلم نزل اسمه ذا ميز رانر مع بوستر جامد كمان، فالاسم مع البوستر خلاص جابوني سكة وهتفرج. بدأت الفيلم وهوب أول سين كده بطل فيلمنا بيزحف في أسانسير طالع لفوق بسرعة عالية جدا لحد لما بيبقى هيخبط خلاص، بس بيقف قبل ما يخبط بثانية، وفجأة باب الأسانسير بيفتح بس من فوق، وبطل فيلمنا بيلاقي في ناس مستنياه ما يعرفهمش، فبيطلع وبيبانك جدا وهاتك يا جري، وهم سايبينه يجري عادي لحد لما بيلاقي نفسه محبوس جوه غابة اللي متحوطة بأسوار عالية جدا ومفيش مجال للهروب. فيا ترى ايه اللي هيحصل؟ تعال نشوف كده. وزي كل مرة ما تنساش اني مقسم لك الفيديو عشان لو حبيت تسكيب اي جزء وتنط لاي جزء تاني، عشان الفيديو بتاعنا النهارده طويل. ولو اول مرة تسمعني ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. وده حسوبة توكس. في الحقبة دي من زمن اللي هو 10 سنين، قول من بداية 2012 كده، وابتدى ينزل افلام ساينس فيكشن جامدة اللي هي دايما بتبقى بتدور في المستقبل، اللي طبعا كالعادة مش بيبقى مشرق بالتفاؤل خالص، وبنشوف خيال المؤلفين في الافلام دي موديهم على فين. بس اللي بيجتمع عليه الافلام دي واللي دايما بيشدني هي فكرة السرفايفر، واللي ابتدى الحوار ده في الحقبة دي كان افلام هانجر جيمز ومعاهم ميز رانر ودايفرجنت. فانا بالنسبة لي دول الافلام اللي بتعبر عن معنى الساينس فيكشن والسرفايفل سوا، اللي هو بيبني لك عالم مختلف تماما في المستقبل وبيبدأ يحط رولز للعالم ده، وانجوي انت كمشاهد. ومشكلتي مع الافلام دي ان دايما بيبقى اول جزء هو اللي جامد، مش عارف ليه، بس يمكن عشان بتكون الفكرة جديدة واكتشاف العالم ده بيبقى جديد، بس صناع العمل بيبقوا عايزين يكملوا قصتهم وبيخرجوا بره سياق اول جزء. ولو ما كانش فكره الافلام دي جامده ما كانش لعبه بابجي نجحت النجاح ده كله. انا في 2018 واحد صاحبي لقيته بيقول لي في لعبه نازله جامده قوي، قلت له قول لي، قال لي بنبقى 100 بلاير في طياره وبننط في ماب لحد لما بيبقى واحد بس هو اللي بيفضل عايش. ما اضحكش عليك، انا سمعت الكلام ده وعينيا لمعت كده، وعجبتني فكره السول سرفايفر دي قوي، وافتكرت فيلم هانجر جيمز على طول. فان شاء الله لازم نتكلم عن الفيلم ده كده وخصوصا ان لسه نازل بارت جديد منه، واللي عرفته ان الجزء ده بريكوال، يعني اللي ما شافش هانجر جيمز يقدر يدخل الفيلم ده عادي، هو كده احداثه قبل احداث الافلام اللي نزلت قبل كده. المهم الفيلم بتاعنا هنا بيزد اون نوفل او مجموعه قصص، نزل اول كتاب فيهم سنه 2009 واخر كتاب في المجموعه القصصيه دي نزل 2022. طبعا سلسله افلام ذا ميز رانر مكونه من 3 افلام، اول جزء اللي هنتكلم عليه النهارده بعنوان ذا ميز رانر عادي، وتاني جزء بعنوان ذا ميز رانر سكورش ترايلز اللي نزل 2015، وتالت جزء بعنوان ذا ميز رانر ديث كيور اللي نزل 2018. تعالوا نقيم الفيلم كده قبل ما ندخل في فقره الحرق. فيلمنا بصراحه من الاخر جامد، ومن اول مشهد في الفيلم انا اشتريت خلاص. من ساعه ما شفت بطل فيلمنا وهو بيجري وفجاه بيلاقي المكان متحوط من حواليه، وانا دخلت في مود الفيلم على طول. سرد الاحداث وتناولها بشكل منظم من الحاجات الجامده في الفيلم، يعني مش بيخليك تجري في الاحداث وفي نفس الوقت ما تملش، وكل كاركتر اخد وقته برضه في كام سين حلوين. عشان كده انا شايف ان زي ما الفيلم بيدور حوالين بطلنا برضه قدرنا نوصل نخلي السايد كاركترز انهم يبقوا شخصيات اساسيه، ووجودهم جنب بطلنا شيء ضروري. ده غير المشاهد الحماسيه بقى حكايه، وهتشوف حاجه جديده اسمع مني. تصميم الميز والترابس اللي فيها هو اللي خلى مشاهد الاكشن تبقى رايقه كده. نهايه الفيلم ما عجبتنيش بصراحه، وكنت مستني حاجه اقوى من كده. غير كمان نهايه الفيلم فتحت باب لجزء تاني، فحسيت اني ما استفدتش حاجه في الاخر ولازم استنى الجزء التاني، وانا ما بحبش التخفيل ده. وبصراحه ما اضحكش عليك، ما اعرفش هعمل ريفيو عن باقي الاجزاء ولا لا، عشان بالنسبه لي ميز رانر 1 افضل جزء في السلسله. من الاخر عشان ما اطولش عليك، فيلم ميز رانر من احلى الافلام اللي بتتناول فكره جديده بام كده، ويصعب عليا ان محدش يتكلم عن الفيلم ده وياخد معايا 9 من 10. وتعالى بقى نحكي بحرق، فلو لسه ما شفتش الفيلم اثبت مكانك. تعالى بقى نشوف ابطال فيلمنا بيقوموا بكاركترز مين عشان ما تتوهش مني. عندنا دانيال اوبراين، ومن اعماله الجامده امريكان اساسن اللي نزل 2017، ولاف اند مونستر اللي هتلاقيه على نتفليكس، ودول فيلمين برشحهم ليك جدا. ده غير كمان انه كان من المرشحين اللي يعملوا دور سبايدر مان في فيلم هوم كومينج، بس رسوا في الاخر على توم هولاند، وبيقوم بدور توماس في فيلمنا هنا، وامل امين في دور قلبي وهو اسمه كده، وتوماس برودي سانجستر في دور نيوت، والغني عن التعريف ويل بولتر في دور جالي اللي اخر اعماله دوره في كاركتر ادم وورلوك في جاردن اوف ذا جالاكسي فوليوم 3. ومن اعماله الجامده اللي برشحها ليك فيلم بلاك ميرور باندر سناتش، ويا ريت تشوفه على نتفليكس عشان الفيلم ده من نوع افلام الانتر اكتيف، اللي هو بتبقى انت اللي متحكم في الاحداث بعيدا عن ضعف القصه، بس كانت تجربه جامده. وعندنا كي هونج لي في دور مينو، والكتكوت ده في كاركتر تشاك، واخيرا كايا سكوديلاريو في دور تريسا. تعال بقى نشوف فيلمنا بيقول ايه.
فيلمنا بيبدأ ببطلنا لما بيصحى يلاقي نفسه في اسانسير طالع بسرعة عالية لفوق، لحد لما بيقف على اخر لحظة وفجأة الاسانسير بيفتح وبيلاقي ناس كتير في انتظار بطلنا، فبيبانك وبيضرب سبرنت جامد وهم سايبينه عادي، لحد لما بيفوجئ انه في غابة متحوطة من كل الجوانب باسوار عالية. بعدها بياخدوه يحطوه في عشة كده عاملينها سجن، وبيجي له واحد كده وبيقول له انا اسمي قلبي، عندك خلفية كنت فين او مين اللي بعتك او اسمك ايه؟ بيرد عليه بطلنا وبيقول له انه مش فاكر حاجة حتى اسمه. بيقول له عادي عادي كلنا كده، يوم ولا اتنين وهتفتكر اسمك، ده الحاجة الوحيدة اللي بيسيبوها لينا. بيرد عليه وبيقول له ايه المكان ده؟ قال له تعالى افرجك. قلبي بياخده في تور كده في المكان وبيعرفوا على طريقة معاشتهم وازاي بياكلوا وبيناموا فين وهكذا، وبيقول له ان اي حاجة محتاجينها البوكس بيوفرها. فقال له بوكس؟ بوكس ايه؟ قال له الاسانسير اللي انت جيت فيه ده كل شهر بيجي وبيبقى معاه السبلايز اللي احنا محتاجينها وبني ادم جديد، والمره دي كنت انت، مبروك عليه. بعديها قلبي بيعرفوا على نيوت، ونيوت بيقول له ان من سرعته افتكروا رانر، وبيستغرب بطلنا جدا وبيقول لهم رانر. فقلبي بيغلوش على الموضوع وبيقول لنيوت روح شوف تشاك، وبيقعد يتكلم مع بطلنا اللي كله فضول طول الفيلم وعايز يفهم هو فين وكده. قلبي بيقول له احنا ماشيين هنا ب3 قواعد، اولا انك لازم يبقى لك دور وتشتغل معانا، تاني حاجه ما تاذيش اي حد موجود هنا، تالت حاجه واهم حاجه ما تروحش ورا الوولز. وهنا بنفهم ان الغابه متحوطه بس في زي بوابات كده ليها مفتوحه. مفيش بعديها بطلنا بيغفل تشاك اللي كان خلاص بيظبط له نومته وبياخدوا الفضول وبيروح ناحيه البوابات دي، وتشاك بيحاول يجري وراه ويحذره لحد لما بيلاقي 2 طالعين من جوه بيجروا. فبيستغرب جدا وبيقول لتشاك الله انت مش قلت لي ان مفيش حد بيدخل جوه؟ قال له ده احنا، انما الرانرز او العدائين لا، ودول بيبقوا اكتر ناس حافظين المتاهه او الميز. قال له ايه ميز؟ طبعا كل شويه تلاقي توماس عمال يستغرب كده. فتشاك اترب جدا وشاف بطلنا واخده الفضول ومقبل كده على الميز، وبيقول له ما ينفعش تدخل وخصوصا دلوقتي. بيقول له ماشي ماشي ما تقلقش، وبيقبل فعلا على الميز لحد لما جالي جه وزقه جامد واتعصب جدا وقام يزعق وبتاع ولم الناس وقعد يسالهم هو في ايه؟ ما تفهموني هو في ايه جوه ومش عايزين ندخل ومنعني ليه؟ فقلبي بيقول له لمصلحتك ما ينفعش تدخل دلوقتي. فبيقول له ليه يا عم يعني؟ فجاه بيبقى في صوت عالي جاي من الميز، وهنا بيبقى مشهد جامد قوي وانت شايف بطلنا اللي بيبقى زيه زيك عايز يفهم فيه ايه. فبنلاقي ان الميز بتقفل اصلا، فجالي بيقول له المره الجايه هسيبك تدخل وبراحتك بقى البس. بيدخل عليهم الليل وبطلنا بيبقى قاعد مع نيوت وبيسأل نيوت هو احنا هنفضل محبوسين هنا؟ قال له في الوقت الحالي وبيشاور له على كذا واحد كده قاعدين وبيقول له شايف اللي قاعدين هناك دول يا سيدي بقى الرانرز، كل يوم الصبح لما الميز تفتح بيدخلوا المتاهه وبيحفظوها وبيدوروا على مخرج لينا. قال له حلو جميل، بقالهم قد ايه بيدوروا بقى؟ قال له 3 سنين. طبعا بطلنا بيبقى عايز وبيقول له كل ده وما لقوش حاجه لسه؟ قال له مش بالسهوله دي. وقال له اسمع كده، وبيقول له ده صوت الميز وهي بتتغير كل يوم، هنفهم بعدين بتتغير ازاي، اصبر عليا شويه بس. فبيقول له ازاي كده؟ قال له اسال ولاد حطونا هنا. وبيكمل نيوت وبيقول له ان الرانرز هم الاسرع والاقوى هنا، وهم الوحيدين اللي عندهم القدرات اللي تخليهم يجروا قبل ما الدنيا تليل والميز تقفل، عشان مفيش حد قبل كده قضى ليله في الميز ورجع تاني يوم. فبيقول له بيحصل لهم ايه؟ نيوت قال له بيموتوا بسبب الجريفر. وقال له ايه دول؟ قال له معرفش احنا مسمينهم كده ومفيش حد راجع عشان يقول لنا شكلهم ايه ولا ايه اللي حصل جوه. وبيقوموا الاتنين عشان يكملوا سهرتهم مع الشباب، وبيدخل بطلنا مع جالي في فايت وديه كده لحد لما بيقع على دماغه وبيفتكر ان اسمه توماس. تاني يوم قلبي بياخد توماس وبيلفه شويه وبيقول له اننا عاصرنا حاجات كتير عشان نوصل للي احنا فيه ده دلوقتي، ويا ريت نفضل محافظين على النظام ده. قال له طب انت بتقول لنا الكلام ده ليه؟ قال له عشان انت مختلف عن الباقيين وفضولي فشخ. بعدها توماس بيروح يساعد نيوت وبيتكلموا وبيقول له ما جربتوش ان حد يتسلق الوولز دي؟ قال له ان الشجر ما بيوصلش لنفس الطول بتاع الوولز، غير كده بعديها هنعمل ايه يعني؟ قال له طب البوكس ده لو حاولنا نحط فيه شخص عشان ينزل بيه؟ قال له جربنا وبدل المره 2 والاسانسير ما بينزلش وفي حد جواه. قال له شوف كده اسرح بخيالك في اي حاجه هنكون جربناها قبل كده. فبيحبط جدا توماس. بعدها توماس بيتجول شويه كده لحد لما بيلاقي بن واحد من الرانرز كده واقف له وبيقول له انت السبب، انا شفتك. وبيبقى شكله زومبي شويه وبيهجم على توماس وبيبقى عايز يقتله. فبيفلت منه توماس وبيجري على نيوت وقلبي والناس اللي موجوده، وبيكتشفوا ان بن اتعرض للدغ. بعدها توماس بيسال قلبي هو ماله؟ قال له احنا بنسميه التحول، اول لما حد بيتلدغ بيبقى مش على طبيعته والحاله بتزيد والعدوى بتنتشر في جسمه. فبيقول له هو قال لك ايه؟ قال له ان انا السبب وان كل ده بسببي. فقلبي بيبقى مش فاهم حاجه وبيقوم وبيسيبه، وقبل ما يمشي بيقول له هو هيحصل له ايه. مفيش بعدها على طول بيقرروا ان هم ينفوا بن للميز عشان هم عارفين ان اخره اللدغ ده ان بن هيتحول شكله كده ويبقى زومبي فعلا. وده بصراحه من المشاهد الحلوه اللي في الفيلم اللي بتوريك ازاي البني ادم ممكن يحط نظام مش عاجبه بس للاسف هو ده المتاح عشان نقدر نسرفايف. وده بان قوي في تفاعل الشخصيات اثناء نفي بن، وهم بينفوا عافيه
ماشيه في الميز، بس في نفس الوقت زعلانين عليه. بعدها خلاص بيفضوها سيره وكله رايح ينام، وتوماس بيجيله فيجنز من الميموري بتاعته كانه في معمل او مستشفى، هو نفسه مش فاهم حاجه لحد لما بيصحى على صوت الميز وهي بتفتح، وبيشوف مينو وقلبي وهم داخلين الميز ونيوت كان بيوصلهم. بعدها بحبه توماس بيتكلم مع نيوت وبيقول له ايه اللي خلى قلبي يدخل الميز مع انه مش رانر. قال له الامور هنا مختلفه شويه. قال له اشمعنى؟ نيوت قال له انت هتخش لي قافيه ولا ايه؟ على العموم مش البوكس كل شهر بيطلع وبيبقى فيه واحد جديد؟ يبقى اكيد في واحد قضى شهر هنا لوحده. قال له الشخص ده هو قلبي بقى. بعدها الناس كلها قلقت عشان قلبي ومينو لسه ما رجعوش والميز قربت تقفل خلاص، فبيتجمعوا قصاد الميز وبتبقى بتقفل خلاص لحد لما بيظهر مينو وبيبقى بيحاول يشيل قلبي عشان شكله مصاب، وبيبقوا خلاص مش هيلحقوا يعدوا لحد لما بنشوف احلى مشهد في الفيلم بالنسبه لي، وتوماس بيقرر انه يدخل الميز لمينو وقلبي وخلاص الميز بتقفل والمكان ضيق بس بيوصل. فما اجمل هذا المشهد. مينو بعديها بيقول له اهلا يا فق، ده انت جيت ابرك برجليه. بعدها بيقول له ماله قلبي حصل له ايه؟ قال له للاسف ان قلبي اتعرض للدغ. فبيشيلوا قلبي وبيمشوا بيه شويه لحد لما بيسمعوا اصوات غريبه، فمينو بيبقى عايز يطلع يجري وتوماس بيوقفه وبيقول له هو مفيش مكان نحط فيه قلبي؟ قال له اسمع بقى يا بغل انت، مفيش ولا مكان ولا نيله، احنا متنا كده كده ففكك مني. وبيسيبه وبيجري وبيبقى توماس مش عارف يعمل ايه لحد لما بيرفع قلبي فوق كده في حته وبيستخبى تحت، وبنشوف ساعتها اول مره شكل الجريفرز ده ايه، وبيدخل في مطارده جامده مع توماس، وبيبقى كام مشهد جامدين كده ورا بعض، خصوصا ان ساعات بيبقى التصوير في اماكن ضيقه جدا بس معموله بشكل جامد قوي وحماسي، لحد لما توماس بتيجي في باله فكره انه يجري في حته بتقفل خلاص عشان يجيب الجريفرز ده وراه وتتقفل عليه الوولز، وفعلا بينجح في خطته. وبنشوف ساعتها خلاص بيكون عدى يوم كامل وبيكون الناس كلهم مستنيين قصاد الميز بره ان هي تفتح عشان يشوفوا حصل ايه، لحد لما بيلاقوا توماس ومينو شايلين قلبي وطالعين بيه وبيسالوهم ايه اللي حصل، شفتوا جريفرز؟ فتوماس بيقول لهم ومينو بيقول لهم ده مش شافوا بس ده قتلوا كمان ابن المجنونه ده. بس بعديها بيبقوا عاملين قاعده كده عاملها جالي وعايز يعاقب توماس عشان دخل الميز عافيه وهو اصلا مش رانر، وبيبقى نفسه يحبسه ليله في الحفره العبيطه اللي عاملينها سجن دي، بس مينو اشاد بيه قدام الناس وقال ان هو نفسه جرى وتوماس هو اللي ساعد قلبي، ده غير ان هو اول واحد يدخل الميز ويطلع منها عايش، والكبيره ان قتل واحد من الجريفرز اصلا. بعدها على طول بيسمعوا صوت الاسانسير والبوكس بيبقى طالع لحد لما بيفتحوا البوكس وبيلاقوا المره دي واحده، فبيستغربوا جدا لان كل الموجودين شباب، ونيوت بينزل يشوف معاها ايه وبيلاقي ورقه في ايديها مكتوب فيها انها اخر واحده هتطلع لهم، وبتصحى فجأة وبتقول توماس وبتغيب تاني، فكلهم بيبصوا تاني لتوماس اللي هو ايه حكايتك يا عم انت بقى؟ جالي بيقول لهم شفتوا ان عندي حق وان الواد ده عوق ومش سالك وان من ساعة ما دخل علينا وهو ادم فقر. بعديها بينقلوا الكتكوتة دي في خيمة جوه، وتوماس ومينو بيتفقوا يرجعوا الميز تاني وبيجمعوا كام واحد تاني كده معاهم وبيدخلوا الميز وبيشوفوا جوه الجريفر اللي ميت ده وبيلاقوا حاجة بتنور كده فيه، فبيشدوا الحاجة دي وبيطلعوها منه وبيطلع جهاز عجيب كده مكتوب عليه ويكد ورقم 7، والجريفر ده بيبقى مش باين له هل ده كائن حي ولا روبوت ولا ايه مش فاهمين. المهم لما بيرجعوا الجليدز تاني بيلاقوا جالي فرش لهم الملايه ومقموص وقافش ان توماس دخل الميز تاني وهو مش رانر، وانه من ساعه ما جه والدنيا كلها مشاكل. فنيوت بيقول له خلاص قشطه نحكم عليه انه يبات ليله في الحفره، فجالي بيقفش وبيقول له ان ده مش هيمنعه انه يدخل الميز يعني. قال له لا، وعشان كده توماس من بكره هيبقى رانر. بعدها مينو بياخد توماس وبيوديه خيمه كده فيها مجسم صغير للمتاهه، ومينو بيقول له دي كل المتاهه ومفيش حاجه تانية. توماس قال له امال بتدخل تعمل ايه كل يوم؟ قال له ولا حاجه، انا لفتها شبر شبر يا بروت، ما سبتش ولا حته الا لو جريت فيها، وبرضه ما لقيتش مخرج، وكمان دي كانت رغبه قلبي اني ما اقولش لحد عشان الناس ما تفقدش الامل. قال له طب وانت بتقول لي ليه دلوقتي؟ قال له عشان احنا دلوقتي معانا دليل جديد، قصده على جهاز اللي اخدوه من الجريفر ده. وبيقول له بعديها ان الميز مكونه من 8 سيكتورز وكل يوم بيبقى مفتوح سيكتور معين، واليوم اللي دخلوا فيه الميز كان ميعاد سيكتور 7، عشان كده الجهاز اللي لقوه جوه الكائن ده كان مكتوب عليه رقم 7. وبيقول له ان الباترن بتاع فتح السيكتورز دي بيبقى ثابت، يعني ممكن يبقى 7 8 6 4 5 3 2 مثلا وهكذا. فجأة بيجي لهم 2 كده وبيقولوا لهم ان البنت صحت ومبهدله الدنيا بره ومش عايزه تتكلم مع حد الا توماس، وبيروحوا يشوفوها فعلا، وتوماس بيطلع لها فوق في المكان اللي هي قاعده فيه ده وبيهديها، وهي بتقول له انهم قالوا لها انها كانت بتقول اسمه وهي لسه مغيببه، فبتقول له بعديها ان اسمها تريسا، وبيتكلموا وتوماس بيفهم منها انها بتشوف نفس الاحلام اللي بتجيله، وبيفهم انها مش احلام ولا حاجه وانها من الميموريز بتاعته اللي اتمسحت زيه زي باقي الناس اللي موجودين. وبتديله تريسا حقنتين وبتقول له اكيد ان هي هنا بسبب، فبيفتكر
قلبي وبيروح له وبيبقى عايز يديله الحقنه دي، بس نيوت بيبقى خايف، بس بيقرروا ان هم يديله الحقنه دي بسرعه عشان قلبي بيبقى محتاج الجرعه. بس بيفوق فجاه وبيمسك في توماس وبيقول له انت السبب، المفروض ما تكونش هنا. وتريسا بتدي هي قلبي الحقنه، وبيدخل عليهم جالي وبيقول لتوماس يلا عشان الشمس بتغرب، فبيبقى عايز يوديه الحفره دي عشان يقضي الليله دي فيها. ده انت بيضه يالا، وبيوديه فعلا يقضي الليله دي هناك. وتاني يوم توماس ومينو بيدخلوا الميز، وهنا بنشوف الميز من جوه بالتفصيل، وبنشوف مكان كده اسمه البليدز او الشفرات، لحد لما بيوصلوا مكان سيكتور 7. ومينو بيقول له غريبه، ده عمره ما فضل مفتوح المده دي كلها. وفجاه الجهاز اللي معاهم بيعمل صوت، وتوماس بيفضل ماشي مع زيادة الصوت ده لحد لما يشوف هيوديه على فين، لحد لما بيوصلوا الحارة سد في سيكتور 7. ومينو بيقول له ده ديد اند يا معلم. وفجأة الجهاز بينور بالاخضر، وساعتها بنشوف كذا وول ورا بعض بيفتحوا لفوق، لحد لما توماس ومينو بيدخلوا جوه، وبيبقى في مكان كده غريب في الحيطة على شكل دايرة، مرة واحدة بيطلع منها ليزر وبيعمل لهم سكان. وبعديها مينو وتوماس بيسمعوا اصوات بره، وبيفهموا ان سيكتور 7 خلاص بيقفل. معنى كده ان السيكتورز بتقفل لما جريفرز بيوصل للمكان ده، والكائن اللي قتله توماس ما رجعش، عشان كده سيكتور 7 فضل مفتوح. المهم بعديها بيبص حواليهم لقوا الابواب كلها بتقفل، فتوماس ومينو هاتك يا جري. والمشاهد دي تبقى من احلى مشاهد الفيلم، وانت شايفهم بيجروا بسرعه من البليز وهي هتقفل عليهم خلاص. بصراحه معموله حلوه جدا، ومشاهد الاماكن الضيقه والحيطان خلاص هتقفل عليهم، كام سين كده حماسي حكايه. وبيخرجوا لبقيه الشباب بره وبيقولوا لهم ان هم لقوا طريق جديد واحتمال يعرفوا يخرجوا من هنا. ساعتها جالي الزفت ده بيطلع لهم زي الخازوق ويقول لهم وايه اللي يخليكم مصدقين الحوار ده اصلا؟ بقول لك ايه يا توماس يا بتاع انت، انا بقالي هنا 3 سنين وانت بقالك 3 ايام، فما تجيش تعمل فيها فلحوس علينا. توماس قال له ايوه بالظبط كده، انا بقالي 3 ايام هنا بس شوف انا وصلت لفين. الدور والباقي على اللي بقاله 3 سنين هنا بس زي خيبتها. وكانوا هيشدوا مع بعض لولا ان تريسا جت وقالت لهم ان قلبي صح، وبيروحوا يشوفوا قلبي وبيلاقوه قاعد حزين. وبيقول لتوماس انا افتكرت. قال له افتكرت ايه؟ قال له انت ليه عملت كده وانت السبب في اللي احنا فيه، انت ايه اللي جابك هنا اصلا؟ وبيحصل صوت زعيق كده بره جامد، وبيفصلونا من حكايه قلبي ده، احنا كنا خلاص هنفهم توماس الزفت ده هو السبب ازاي والفيلم يخلص. فخلينا نطلع نشوف ايه الصوت اللي بره ده. بتبقى الدنيا طبعا هرج ومرج كده، وتوماس بيسال فيه ايه، قالوا له البوابات مش بتقفل. يلا بينا، ده كده هيبقى فيه ستوري شكلها. المهم بيتجمعوا قدام الجيت المفتوحه دي، ومره واحده باقي الجيتس كلهم بيفتحوا. طبعا بيحاولوا يقسموا بعضيهم ويشوفوا هيعملوا ايه، بس مش بيلحقوا، والجريفرز بتهاجمهم من كل جيت، وهاتك يا تفنيش في اللي قدامهم، لحد لما توماس وبقيه الناس بيستخبوا في خيمه كده، لحد لما بيجي جريفرز بيهاجمهم، وقلبي بيضحي بنفسه عشان ينقذهم، واخر كلام بيقولوا انقذهم يا توماس. وبيطلع توماس هو واصحابه من الخيمه، وبيلاقي الدنيا بايظه بره ومش شايفين حد، لحد لما جالي بيظهر ومعاه 2 تانيين، وهوب بيضرب توماس وبيقول له انت السبب زي ما قلبي قال، وانت واحد منهم وهم اللي باعتينك هنا، بص حواليك وشوف الدنيا باظت ازاي. فتوماس بيتاخد كده وبيبص على تريسا وبيقول لها يمكن معاه حق، وبيغز نفسه بالجهاز اللي لقوه مع الجريفرز ده، على امل انه يبقى انفكتد وترجع له الذاكره تاني زي ما حصل مع بين وقلبي. وبنشوف ساعتها لمحات كده من حياه توماس، بنشوفه وهو صغير في مكان زي معمل كده، وبيكبر في نفس المكان هو واطفال تانيين معاه. وبنشوف تريسا كمان اللي شكل كده كان في حاجه ما بينهم. وفي الفيجنز بنشوف واحده تانية كده وبتقول له ويكد از جود، لحد لما بيفوق وبيلاقي تريسا اديت له الحقنه التانية زي الدواء القلبي، وبيلاقي نفسه في الحفره بتاعت جالي دي، وبيسال نيوت ومينو وتشاك هو ايه اللي حصل. قالوا له ان جالي فرض سيطرته وقال للناس اللي موجوده ان انت السبب، ولو ما بقوش معاه هينفيهم معاك لما الشمس تروح. وتوماس بيقول لهم جالي معاه حق، انا افتكرت كل حاجه، وافتكرت اننا كلنا كنا مع بعض، وان اللي احنا فيه ده دلوقتي مش سجن، ده تيست واختبار احنا فيه، وقبل ما نفقد الذاكره كانوا بيعملوا علينا اختبارات وتجارب عشان يأهلونا للميز، وانا نفسي كنت معاهم وقعدت اراقبكم سنين. وبيقول لتريسا وانت كمان كنت معايا، فبتتاخد كده وبتقول له مستحيل. ومينو بيقول له امال بعتوك ليه؟ قال له مش مهم. ونيوت قال فعلا مش مهم، ومش مهم اللي فات، المهم ان احنا مع بعض دلوقتي ولازم نشوف حل اللي احنا فيه ده. وقلبي لو كان موجود كان زمانه بيقول لك كمل اللي انت بدأته يا توماس. فتوماس بيقتنع فعلا وبيبدا يحط خطه. بنشوف جالي بعديها بيجيب تريسا وتوماس بيبقى مغمى عليه بيحور وكده يعني، وبيربطوا تريسا عشان جالي مش هيدخلهم الميز، لا ده هيقدمهم قال ايه قربان للجريفرز عشان لما يجي ياخدوا توماس وتريسا وخلاص كده. ما شاء الله نبيه جدا. وبيقول لهم ربطوا توماس، وهوب توماس بيقوم وبيغفل جالي، ومينو ونيوت بيغفلوا باقي الناس برضه، وتشاك بيبقى شايل ومحمل سبلايز
مش فاهم دول طالعين رحله ولا ايه. المهم توماس واصحابه بيعرضوا على جالي وباقي الناس انهم يجوا معاهم، بس قشطه في ناس راحت معاهم وباقي الناس بتبقى خايفه وبيفضلوا قاعدين مع جالي. وبينطلق توماس هو وشبابه وبيدخلوا الميز لحد لما بيوصلوا لسيكتور 7 وبيدخلوا كلهم في فايت مع الجريفرز، وبتبقى مشاهد اكشن جامده جدا. وللاسف في ناس بتموت بس بيبقوا مش ذات اهميه في الفيلم لحد لما بيوصلوا للدايره اللي بتعمل السكان دي، وبيطلع لهم شاشه عشان يحطوا فيها كود، وبيبقى الكود ده عباره عن الباترن او ترتيب فتح السيكتورز بتاعه الميز، لحد لما مينو بيقول لتريسا على الكود على اخر لحظه والجريفرز خلاص كان هيفنشوا. والحته دي تبقى حلوه وانت شايف الجريفرز دول خلاص بينتهوا والبوابه بتقفل عليهم، وبعد كده البوابه الثانيه بتقفل على توماس هو واصحابه لحد لما بيتفتح لهم باب وبيلاقوا نفسهم في منشاه غريبه كده، وبيفضلوا ماشيين لحد لما بيلاقوا جثث في كل حته، وده بيبقى المكان اللي توماس بيشوفه في الفيجنز بتاعته لحد لما بيوصلوا لمكان كده شكله زي الكنترول روم او اوضه التحكم، وتوماس بيلاقي زرار كده فبيدوس عليه وبيلاقي فيديو اشتغل للدكتوره اللي شافها في الفيجنز بتاعته، وبتقول لهم ان اسمها ايفا بيج وبتبقى مديره العمليات لقطاع الكوارث العالميه، وبتقول لهم طالما انتوا بتشوفوا الفيديو ده يبقى انتوا اكيد اتميتوا تجربه الميز بنجاح، وكان نفسي اقابلكم بس الظروف ما سمحتش. وبتقول لهم انا عارفه ان انتوا خايفين وان نفسكم تفهموا فيه ايه، بس اي حاجه حصلت كان ليها غايه وسبب. وبتقول لهم انا احكي لكم ايه اللي حصل بس انتوا مش هتفتكروا حاجه. وبتقول لهم ان الشمس بعد ما زودت حراره كوكب الارض فبقى في حرايق في كل حته وفي كل مكان، وظهرت المجاعات وابتدت شعوب كامله خلاص تتباد. ده غير كده ظهر الاسوأ من كده كمان، ظهر فيروس بيهاجم المخ على طول، ده اللي حصل مع بين وقلبي اللي هو بيخليهم يتحولوا لزومبيز. وبتكمل وبتقول لهم بس ظهر جيل جديد قادر ان هو يسرفايف من الفيروس ده، بس عشان نعمل علاج للفيروس ما كانش الموضوع سهل، كان لازم نجيب الجيل الجديد ده ونحطهم في بيئه قاسيه وممكن نضحي بيهم كمان عشان نقدر نعمل ابحاث ونوصل لتركيبه نشاط دماغهم. وبتقول لهم قد ايه هم مهمين على توماس واصحابه يعني. وبتقول لهم للاسف مش كل الناس في العالم الخارجي موافقه على اللي احنا بنعمله ده، وربنا معاكم انتوا في تجربتكم اللي لسه بادئه، معنى كده ان كل اللي فات ده حماده وكل اللي جاي هيبقى حماده تاني خالص. وبتقول لهم ممكن يكون الوقت فاتني بس بالنسبه لكم لا. وبنشوف ساعتها ان في ناس بيبقوا وراها في الفيديو وهم اللي قتلوا الناس اللي كانوا موجودين في المنشاه دي اللي توماس واصحابه شافوهم اول لما وصلوا. وهوب الدكتوره بتطلع مسدس وبتطرقع نافوخ، وبيبص توماس حواليه وبيلاقي جثتها، ومره واحده بيلاقي جالي واقف وراهم الله يخرب بيت اللي جابته ومعاه مسدس وبيبقى ملدوف، وافتكر اللي توماس عمله فيه وبيقول له مفيش مفر من هنا. اهو ده مثال للكائن البيضوني اللي ما تفهمش جاي يغلس ويمشي، وبيفضل يهددهم لحد لما بيضرب بالمسدس، بس مينو بيلحقه وبيديله واحده حلوه ردت في صدره قتلته، بس للاسف تشاك بتيجي فيه الطلقه وتوماس بينهار ساعتها، وبيبقى مشهد حزين لحد لما بيدخل عليهم ناس كده شكلهم رحاله او جايين من الصحراء وبياخدوهم من جوه، واخدوا توماس بالعافيه، ما كانش عايز يسيب تشاك اصله لحد لما بيخرجوه بره وبيركبوه الهليكوبتر. وبنشوف الميز ساعتها من فوق واللي عامل الديزاين ده احب احييه بصراحه. بعديها بنشوف الدكتوره دي ما ماتتش وكانت عامله حوار عليهم، وبنشوفها مجتمعه بناس وبتقول لهم ان تجربه الميز دي عدت الحمد لله، وانها ما كانتش متوقعه العدد ده كله، بس كل ما زادوا كل ما كان احسن، وان توماس لحد دلوقتي عاجبهم جدا كدماغ يعني، وان توماس واصحابه في الوقت الحالي بلعوا الطعم، وان ده الوقت المناسب اللي نقدر ننتقل فيه لفيس 2 اللي هو ذا سكورش ترايلز، وده بيبقى عنوان الجزء الثاني، وبيخلص فيلمنا على كده. وبصراحه ده من احلى الافلام اللي انا شفتها، ومشكلتي مع الفيلم ده انه بيسيبك متعلق كده لحد لما الجزء الثاني ينزل وبيغفلك اخر الفيلم. طبعا الكلام ده كان 2014، دلوقتي 3 اجزاء نزلوا تقدر تشوفهم براحتك. غير كمان انا اللي فاكره ان زي ما قلت لك ان الجزء الاول هو اللي كان عاجبني، بس ان شاء الله هتفرج تاني على الجزئين اللي فاضلين يمكن اغير رايي فيهم. وبس كده عزيزي المستمع، اتمنى اكون فدتك وسليتك شويه. ما تنساش قبل ما تمشي تبقى تقول لي رايك في الفيلم في الكومنتس، وتعمل فولو على حسب انت سامعني منين، ولو انت على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات عشان يجيلك كل جديد، ولايكك المتين عشان فعلا بيساعد. كان معاكم ابراهيم حسوبه من حسوبه توكس، سلام.